احنا النهارده جايين نعمل ايه؟ احنا جايين نتعلم ماركتنج. طيب انا بتعلم ماركتنج ليه؟ اول حاجه عشان اشتغل في شركه امسك لها جزء الماركتنج ده او ادير لها جزء الماركتنج ده. طيب الليفل الثاني لاي ماركتير ايه؟ الليفل الثاني ان انت بعد ما تشتغل في شركه تمسك لها جزء الماركتنج او جزء السيلز، يا اما تترقى في الشركه دي يا اما تشوف شركه ثانيه اكبر تشتغل فيها وتقبض اكتر من ان انت كنت بتقبضه، او ان انا افتح بيزنس لنفسي. انا لو قدرت افتح بيزنس لنفسي هل اقدر امسك اي شركه جزء الماركتنج بتاعها ولا لا؟ صح؟ يعني الليفل ده اعلى من ان احنا ايه؟ نمسك جزء الماركتنج في اي شركه، صح؟ احنا بقى اللي هنعمله ان احنا هنتعلم وهنتدرب، واللي هنطبقه من النهارده ان احنا كلنا هنشتغل على البيزنس بتاعنا. في ناس عندها بيزنس اوريدي هتطبق عليه، وفي ناس ما عندهاش بيزنس هتخترع بيزنس. اكيد انت كل واحد عنده بيزنس شغال فيه او بيزنس نفسه هو يفتحه، هنطبق عليه. هنعمل كل اللي احنا بنعمله ده عشان نستفيد اكبر استفاده، هنطبقه على بيزنس احنا عايزين نفتحه. جميل؟ سيجمنتيشن، تارجتنج، بوزيشننج، نبني البراند، كل ده هنطبقه على ايه؟ على بيزنس حقيقي بتاعنا. وفي الاخر هنعمل اعلانات برضو على البيزنس اللي احنا عملناه ده. حلو؟ انت لو وصلت للليفل ده ان انت بعد كده تروح تشتغل في اي شركه تمسك جزء الماركتنج، الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لك جدا. احنا هنطبق من النهارده اللي هنعمله هنطبقه على البيزنس بتاعنا. طيب في حاجه ثانيه، انا هدي امثله مثلا ببراند زي بلبن، هدي امثله باوبر، هدي امثله بكريم، هدي امثله بكذا براند. انت ممكن تطبق على البراند بتاعك وتاخد برضو براند تاني موجود حاليا تشوفه عامل الحاجات دي ازاي، ماكدونالدز، اي براند. يبقى انا ماشي، طول ما انا ماشي في السكتش او في الكتاب، انا قاسم الصفحه كده نصين، نص بطبق على براند جديد بتاعي او انا شغال فيه او براند بتاعي حقيقي، والنص التاني انا بشوف براند موجود حقيقي زي بلبن كده عمل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها من الماركتنج دي عملها ازاي. حلو؟ تمام؟ اتفقنا؟ عرفنا هنعمل ايه؟ انا هدفي ان انا اطلع كل الناس هنا تعرف تعمل ماركتنج للبيزنس بتاعها او تعمل ماركتنج لاي بيزنس تاني. جميل؟